السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض حواوشي الطاسه بكل سهوله. هتعمليه في البيت باسهل طريقه وباقل مكونات. تعالوا بقى نشوف احنا عملناه ازاي. من ربع كيلو لحمه بس هنعمل اجمل حواوشي اسكندراني ممكن تجربوه. شايفين شكله حلو جدا، مش هتشتريه بره من المحلات خالص، حاجه نضيفه في بيتك وضمناها. وتعالوا نشوف احنا عملناه ازاي وازاي يطلع بالشكل الجميل ده. والطعم بقى مش عايزه اقول لكم ولا كلمه، حلو جدا واحسن من المحلات بكتير. هنحتاج دلوقتي مع بعض 3 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم كوباية لبن حليب. مش هنستخدم لبن رايب، هنستخدم لبن حليب. وحطيت معلقة لبن بودرة في الدقيق، وبعد كده نحط معلقة خميرة ومعلقة سكر ومعلقة ملح. هنزود سكر شوية عشان السكر بتاعنا بيتحط على الدقيق بيدي طعم حلو اوي للعيش. هنزل بكل المكونات الجافة الاول اللي هي السكر والملح والخميرة، تمام، واللبن البودرة، وهقلب كويس. وبعد كده هنزل بكوباية اللبن الحليب. دي بس المكونات بتاعتنا. لو احتاجنا ميه هنكمل، محتاجناش يبقى كده خلاص، بس احنا هنحتاج كمان نص كوبايه ميه. قلبت كده كل المكونات كويس، وهبدا ان انا اعجنها بايدي عشان هي عايزه عجن شويه. وفي الاخر هحط نقطه زيت كده الم بيها العجينه، تمام. وهسيبها تخمر. احنا في الحر ده نص ساعه بالكتير قوي هتبقى خمرت تمام، لان الجو الايام ده حر جدا، فنص ساعه بالظبط وهتكون خمرت. الشكل اللي انتوا شايفين ده. انا كنت محضره خليط اللحمه في التلاجة، عباره عن ايه بقى؟ لحمه، ربع كيلو من اللحمه، وحط عليه بصلتين وقرنين فلفل وطماطميتين وسبع بهارات بقى وملح وفلفل وكده، وايه، وحطيتهم في التلاجة قبلها بيوم. كده العجينه بتاعتنا خمرت. بدات ان انا اكورها بالشكل ده كده، وحطيتها في زيت. وتعالوا نفردها مع بعض، وهندخل فيها اللحمه بتاعتنا وهندورها واحطها، اجيب الطاسه على طول كده بالشكل ده. هدهنها زيت، انا بعملها على البوتاجاز. وهبدا افرد السندوتش بتاعي على الطاسه، في الطاسه قبل ما الفرن، قبل البوتاجاز بتاعي ما يولع. واول بقى ما اولع هشيل ايديا وهبدا يعني اقلب اللمه دي شويه واقلب اللمه دي شويه. عايزه اقول لكم من اسهل واجمل الحاجات الحواوشي الاسكندراني اللي ممكن تعملوه في 5 دقايق. بصوا، عايزه اقول لكم، شوفوا ما شاء الله العجينه حلوه جدا. كل ما تكون خمرانه كل ما هتبقى ما شاء الله قابه معاكم بالشكل ده كده. وهقلب على الجنب ده 5 دقايق والجنب ده 5 دقايق، يعني الرغيف بياخد بالظبط حوالي 10 دقايق. شكله حلو جدا وطعمه يعني جميل قوي، هيعجبكم ان شاء الله، جربوه. هتقدموا جنب بقى سلطه وطحينه ومخلل وشيبسي، وهتبقى من اجمل الاكلات السريعه اللذيذه. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. لو جيتوا معانا هنا لحد المقطع ده، ما تنسوش تعملوا بقى لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وعايزه اقول لكم ده شكله حلو قوي وطعمه جميل جدا. بصوا ما شاء الله. اسيبكم بقى في فيديو جديد، مع السلامه.